بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل طلباتنا يا رب واحنا بنصلي لك ونقول لك ارشدنا إلى العمل بوصاياك. وصيتك يا رب قدس أقداس، وصيتك يا رب هي النور، وصيتك يا رب هي الطريق، وصيتك يا رب هي النجاة. لكن يا ربي الوصية أوقات بتبقى صعبة، والوصية في تنفيذها محتاج حكمة وإفراز. علشان كده بنقول لك ارشدنا للعمل بوصاياك. يعني أول حاجة فكرنا بيها، أنا في موقف دلوقتي متعب، إنسان بيضايقني، وبعدين أنا فيا إنسان بدائي، أو الإنسان الأول اللي عاوز يغضب وعاوز ينتقم وعاوز يزقه من طريقه خالص. وبعدين ألاقي وصية بتقول أحبوا أعدائكم. طيب أعملها إزاي دي؟ إذا أنت ما جيتش واديتني حكمتك علشان ترشدني كيف أدبر أموري خيرا، إزاي يا ربي بحكمة أبعد عن الشر وفي الوقت نفسه أقدر أحب واحد بيأذيني؟ على فكرة كلامك يا رب كله حلو وفي التأمل جميل، لكن في الواقع والحياة العملية لما ننزل الشارع نلاقي تطبيق الوصية صعبة. علشان كده كل يوم وفي كل ساعة بنصلي لك بنقول لك ارشدنا للعمل بوصاياك. بس برضو يا رب عشان أكون حقاني، من الحاجات الحلوة اللي انت اديتها لنا الآباء الكهنة في سر التوبة والاعتراف فعلا بيرشدونا في تنفيذ الوصية وازاي نعيش بحكمة في العالم ده. مش الآباء بس، الكنيسة حتى في كل تعليمها بتعلمنا امتى نتدرج وامتى نكون حاسمين وامتى نقول لأ. بس احنا برضو محتاجين روحك القدوس يشتغل جوانا قوي قوي قوي، وخاصة يا رب في مواقف مفاجأة الإنسان ما بيكونش مستعد ليها، وبيبقى رد الفعل غريب جوايا ومش عارف أعمل إيه. عشان كده أنا بصرخ كل يوم وبقولك ارشدني للعمل بوصاياك. عاوز أنفذها ومش قادر، عاوز أنفذها ومش فاهم، عاوز أنفذها بس ما عنديش حكمة إزاي أنفذها. علشان كده بقولك من فضلك اسندني وارشدني علشان أتمم وصيتك في حياتي. من غير يا رب إرشادك مش هعرف أمشي خطوة واحدة. أمين يا رب، اسمع واستجيب. صباح الخير.